الموضوع بمكالمة هاتفية من سيدة طلبت مني أن أحيي حفل زفاف ابنتها، لكني رفضت بسبب أن ذلك اليوم كان يوم إجازة الفرقة. لكنها ألحت وقالت: أرجوك، ابنتي مصرة على أن تكوني أنت من يحيي حفلتها وسوف ينكسر فؤادها. فبدأت تترجاني، فرق قلبي لتلك المرأة، فقلت لها: حسنا، متى موعد الحفل؟ قالت: الليلة في 10 مساء. فطلبت العنوان، وبالفعل اتصلت بفرقتي واتفقت معهم على الذهاب، لكن قلبي لم يكن مرتاحا لتلك الحفلة لسبب لا أعلمه، وكان يملأني إحساس بألا أذهب. لكني لا يمكن أن أستعيد كلامي بعدما وعدت تلك السيدة. في المساء ذهبنا، وكانت حوالي الساعة 9 مساء، واستقبلنا والد العروسة، ومن ثم دخلنا المنزل الذي كان مليئا بالناس والزينة والأنوار التي تدل على أن هناك حفل زفاف بالفعل. لكن ما زال إحساسي يقول بأن هناك شيء غريب يحدث. ثم بعد ذلك دخلنا إلى الغرفة المخصصة لنا لتغيير الملابس والاستعداد، وجاءت إلينا امرأة ضخمة الجثة شاحبة اللون، ويدها كانت صلبة كأنها من الحجر، وكانت سعيدة بنا للغاية، وقالت: أنتم في منزلكم ونحن جميعا نحبكم للغاية. ثم بعد ذلك بدلنا ملابسنا وجهزنا أنفسنا لحفل العرس، وجاءت مجموعة من البنات من الضيوف لكي يروننا كأي محجبين. بعد خروجنا من الغرفة قالت لي واحدة من أعضاء فرقتي وتدعى شمس: أنا قلبي خائف عندما دخلت علينا تلك الفتيات، أحسست بالرعب تجاههن لا أعلم لماذا. فقلت لها: وأنا أيضا يملأني الخوف، مع أنه ليس هناك ما نخاف منه، فهؤلاء الناس يريدون منا أن نحيي حفلة ابنتهم لا أكثر. هيا لكي نبدأ الحفل. شمس: ألم تلاحظي أنهم عندما مدوا أيديهم للسلام علينا كانت أيديهم صلبة ووجوههم ملمسها غريب عندما كانوا يقبلوننا، وعندما دخلوا ارتفعت حرارة الغرفة. نورا، لا يوجد شيء من هذا الذي تقولينه، هذه تخاريف. هيا لكي نبدأ الحفل وننتهي من هذا اليوم الغريب. خرجنا إلى قاعة الحفل، وأنا أقسم على أنها كانت من أكبر الحفلات التي أحييتها من حيث عدد التعداد البشري، وكل شيء كان فيها مبالغ فيه. الطعام لم يكن كطعام حفل، بل كانت ولائم كثيرة جدا تدل على الثراء الفاحش. والعريس كان لا يرتدي ملابس العرس المعروفة عندنا، لكنه كان يرتدي زيا غريبا حقا كأنه من العصر العثماني. أما العروسة فهي ترتدي فستانا أسود وبه بعض النقاط البيضاء ومرصع بأحجار نفيسة غالية الثمن، وكان هناك خلفهم مجسم ضخم على هيئة وجه آدمي يجلس كل من العريس والعروسة عند فمه، والعريس لا ينظر يمينا أو يسارا ولا حتى ينظر إلى العروسة، والعروسة كذلك، لقد كانوا جالسين كالأصنام. بعد الفقرة الأولى من الغناء ذهبنا إلى الغرفة للاستراحة. في هذا الوقت أحسست بدوار، وطلبت من أحدهم مشروبا، وذهبت إلى الغرفة لكي أستريح قليلا، لكن كان من الصعب أن أستريح في غرفة تغيير الملابس، فقلت لا بأس أن أصعد إلى الدور الثاني وأستريح قليلا هناك، خصوصا وأن الحفل كان في الدور الأول من المبنى، وعلى ما يبدو الدور الثاني والثالث لا يوجد بهم أحد. فتركت الغرفة وبادرت إلى الصعود للدور الثاني، لكني رأيت أمرا غريبا. بدا لي الدور الثاني كأنه مهجور، رائحة الأشياء القديمة كانت تملأ المكان. وأنا أتجول في الدور الثاني وجدت الباب مفتوحا قليلا، فقرعت الباب حتى أدخل، فانفتح الباب، لكني لم أجد أحدا، ووجدت أمامي سريرا قديما يملأه التراب، وكانت الغرفة معتمة والجدران متهالكة. لكن رغم جو الغرفة الموحش والأسئلة التي تدور في رأسي حول غرابة هذا المكان، استلقيت على السرير لأني كنت أحس بتعب شديد. وسرعان ما غفوت فرأيت كابوسا كالآتي: رأيت سيدة ترتدي فستانا أسود وشكلها مخيف للغاية، وكانت تركض خلفي وتصرخ. فاستيقظت مفزوعة من النوم وأنا أتنفس بصعوبة، وكان باب الغرفة الذي تركته مفتوحا أغلق علي من الخارج، وبعد محاولة عدة انفتح من تلقاء نفسه، ووجدت خلفه نفس السيدة التي ظهرت في منامي، ونفس الفستان الأسود ونفس الشكل البشع. فأغمضت عيناي لكي أتأكد أن ذلك وهم، وبالفعل عندما فتحت عيناي لم أجدها. فخرجت من الغرفة وأنا أرمق بنظري يمينا ويسارا،
فوجدت طفلا صغيرا يخرج من إحدى الغرف وكان يركض نحوي، لكنه توقف فجأة وصعد إلى الدور الثالث، فدفعني الفضول إلى أن أصعد وراءه. فكان الدور الثالث لا يقل عن الثاني، فقد كان مختلفا. الجدران ذات لون غامق للغاية، والأرضيات محطمة، وكأن أصحاب المنزل يقطنون في الدور الأول فقط ولا يصعدون أبدا إلى الأدوار العليا. وبينما أنا أبحث عن ذلك الطفل، سمعت صوتا يهمس بجانب آذاني، وكأن أحدهم يناديني. فنظرت خلفي لكن لم أرى أحدا، وسمعت صوت ضحكات طفل، فذهبت نحو مصدر الصوت، فرأيت نفس الطفل واقفا أمام إحدى الغرف. وعندما اقتربت منه دخل الغرفة، فاقتربت أكثر فأكثر إلى أن وجدت نفسي أمام الغرفة. ثم أمسكت مقبض الباب ولكنه كان مقفولا بإحكام. قرعت الباب مرات ومرات ولكن لا حياة لمن تنادي. وعندما استدرت لأعود إلى الطابق السفلي، أحسست كأن أحدا يمسك قدمي، فسقطت على الأرض، وكان هناك من يسحبني إلى داخل الغرفة بقوة كبيرة، وأنا أحاول الفرار ولكن لا أستطيع. وكان هناك صوت يقول: كان الصوت مخيفا للغاية، فقلت وأنا مرعوبة: من أنت؟ وهو يقول. فلم أتمالك نفسي، فركضت نحو الدور الأول وتوجهت تحديدا نحو غرفة تغيير الملابس، فوجدت أعضاء فرقة متجمعين حول شمس التي كانت تبكي. فسألتها: ماذا حدث؟ شمس، لقد تأخرت كثيرا، وبدأ بعض المعازيم في السؤال عنك. فصعدت إلى الدور الثاني لكي أطمئن عليك، ولما صعدت كان كل شيء مرعبا، وأنا أتجول أبحث عنك رأيت على الجدران وجوها بشرية، ولكن كانت مخيفة للغاية. وبعد ذلك سمعت صوتا يأتي من غرفة، فظننت ذلك الصوت صوتك. وعندما فتحت باب الغرفة وجدتها فارغة، وعندما أغلقت الباب وجدت شيئا أرعبني. رأيت شخصا يظهر من العدم في أحد أركان الممر، وكان ثابتا مثل الصنم. لكن الغريب أنني بدأت أتحرك نحو ذلك الشخص المرعب وأنا مسلوبة الإرادة. وعندما وقفت أمامه بدأ جسدي يفرز القشعريرة والارتعاش بشكل غريب، لأن عينه كانت تلمع مثل عيون القطط، وأنا واقفة أمامه لا حول لي ولا قوة، لا أستطيع التحدث ولا الحراك. وعندما أغمضت عيني لثانية وجدت وجهه قريب للغاية من وجهي، لا يفصلون إلا القليل، وأنفاسه الكريهة الساخنة كانت تلطم وجهي. وبرغم تلك المسافة القريبة إلا أن ملامح وجهه لم تكن واضحة، كما لو كانت مطموسة. ثم بعد ذلك حدثني وقال: أريد أن أسمع صوتك. فبدأت بالبكاء بهستيريا، فصفعني على وجهي. بعدها استطعت تحريك جسدي وبدأت بالركض هنا وهناك. وعندما وصلت عند الدرج رأيت شخصا ضخم الجثة يحدثني ويقول: ماذا حدث؟ ولماذا صعدت إلى هنا؟ قلت وأنا أبكي: لقد كنت أبحث عن نورا. فقال بنبرة حادة: لا تصعد إلى هنا مرة أخرى. وصرخ في وجهي وأمرني بالنزول إلى الأسفل. يا نورا، يوجد شيء غريب في هذا المنزل. نورا، هذا يكفي، هيا جميعا غيروا ملابسكم لكي نقدم الفقرة الثانية لكي نخرج من هنا. وبدأت الفقرة وبدأنا نغني أغنية من التراث. وعندما دقت الساعة مشيرة إلى 12 منتصف الليل ازداد الهرج والاحتفال، وحتى الناس ازدادوا بشكل مبالغ فيه. وبدأ المعازيم في الغناء معنا حتى غطى صوتهم على صوتنا نحن كفرقة. ولما كنا نصمت لدقائق كانوا يبدأون بالتصفيق العالي لكي نستكمل، وكانوا منسجمين معنا للغاية. ولكن ذلك الاندماج كان مخيفا بالنسبة لنا. صوتهم العالي كان بغيضا للغاية، والسيدات كان يرقصن بهستيريا مخيفة. والمرعب أكثر أنهم لما كانوا يرقصون كانت فساتينهم ترتفع إلى الأعلى فتكشف عن أرجلهم التي تشبه أرجل الماعز، ويكسوها الشعر وبها حوافر. وبدأت تدور بيني وبين الفرقة نظرات رعب، وبدأت أصوات الفرقة تنخفض بسبب الرعب وتتلعثم. لكني طلبت منهم أن يستمروا بالغناء ولا يتوقفوا. وكنا طول تلك الفقرة ندق على الطبول فقط، ولا يصدر منا أي صوت. أما شمس فقد سقطت مغشيا عليها وسط تلك الحشود، فأخذناها إلى الغرفة وحاولت تهدئتها. وأفاقت وهي في حالة هستيرية وقالت: هيا نخرج، هيا نخرج.
أرجوكم سوف يقضون علينا جميعا، نحن موجودون وسط حشود من الجن. نورا: أنا كنت أعلم أننا في وسط حشود من الجن، لكن كان علينا الصمود. وقلت لها: شمس، أرجوك استمعي جيدا إلي، لن نستطيع الفرار من المنزل، ولم يبقى الكثير على آذان الفجر، فإن كنا نريد الخروج سالمين من هذا المنزل فعلينا أن نستمر حتى موعد الآذان. أقنعتها فوافقت بصعوبة، وعدنا للغناء، ولكن كان يملأنا الرعب، وكنا كل دقيقة ننظر إلى الساعة، وكانت تلك الحشود مشغولة بالغناء والرقص والطعام، فقد كان عندهم ولائم ضخمة من اللحوم، لكن لا يوجد أي رز أو أي نوع من الخبز، فقط اللحوم. وبدأ بعض من تلك الحشود يأتي بأدوات موسيقية مثل الكفوف، ولكن على شكل غريب تملأه الطلاسم والأشكال الغريبة، وبدأوا بالقرع على الطبول بإيقاع مخيف منتظم، وبدأوا جميعهم يرددون بصوت واحد كلمات غريبة لم نفهم ما معناها من غير أنها سحر. ولما بدأوا بقول تلك الطلاسم تبدلت ملامحهم إلى شكل مرعب، لكننا لم نكن ننظر إليهم، فبدأت أعدادهم تزداد بشكل غير طبيعي حتى ملأوا المكان من حولنا، وبقينا نحن في المنتصف من حولهم، وهم يشكلون من حولنا دائرة ويرقصون بطريقة غريبة، وأشكالهم تبدلت وأصبحت مرعبة للغاية. ثم فجأة ارتفع آذان الفجر. فتجمدوا جميعهم والتفتوا في نفس الوقت نحونا، وبدأوا ينظرون إلينا نظرات مخيفة، وكانت أفواههم مفتوحة، وبدون سابق إنذار انقطعت الكهرباء، فخرجنا إلى الخارج ونحن نصرخ أن نجدة، إلى أن رآنا أحدهم فسألنا ما الذي كنا نفعله هناك، فأخبرناه بالحفل الذي قمنا بإحيائه ليتضح لنا أنه لم يقام للبشر إنما للجن. ثم قال ذلك الرجل: إن هذا المكان مهجور منذ أكثر من عقد من الزمن، والكل يتحاشى المرور من هنا في الليل، ولو لم يؤذن الفجر لما لبيت نداءكم، فقد كنا نسمع الصراخ كل ليلة. الحمد لله أنكم نجوتم من هذا. ليقوم ذلك الرجل بمساعدتنا والوقوف معنا بجانب الطريق حتى وجدنا وسيلة للعودة إلى بيوتنا، فلم نكلم بعضنا البعض لقرابة أسبوع، ومن ثم أعلنت للفرقة أنني قررت الاعتزال وأني لن أغني مرة أخرى، وكذلك فعلوا، غير أنه لم يمر على تلك الحادثة إلا أسابيع قليلة قبل أن نفقد شمس، بعدما كانت تخبرنا أنها أصبحت ترى أشياء غريبة وشخصا يوقظها كل ليلة مع 3 صباحا يكسوه الشعر الكثيف. وهكذا هي كانت القصة التي مؤكد أنك لن تصدقها أيها الصحفي. وعند دفنها تلك الليلة استيقظت بعد منتصف الليل على شخص يناديني باسمي: نور، نورا، لا أحد يموت ناقص العمر. وكانت هذه هي القصة التي تم تسجيلها، لكن الصحفي اختفى والتسجيل الصوتي اختفى هو الآخر معه، وتبقى هذه القصة من روائع الخيال الأدبي. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن الإصغاء، ولا تنسوا قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. إن أعجب